مستر ايهاب، بما ان احنا النهارده في الكينج، ايه رأيك في الكينج عامة وايه رأيك في المنطقة؟ بصي، كينج ماريوت واحدة من أفضل مناطق اسكندرية. يعني أنا عن نفسي بشكل شخصي أنا بفضلها جدا عن الزحمة والتكدس السكاني اللي بقى في اسكندرية. ودي في الغالب بقت وجهة نظر كتير، ناس كتير موجودة في في السوق يعني، وخصوصا بعد الكومباوندات والحاجات المرخصة اللي فيها خدمات كويسة جدا اللي طلعت في الوقت الحالي. طيب، شايف ليه ممكن حد يجي يأجر او يشتري هنا؟ معظم الناس اللي بتيجي هنا الناس اللي بتفضل الهدوء، اللي بتفضل البعد عن الزحمة، اللي بتفضل البعد عن التكدس. خصوصا ان هنا دلوقتي ما بقاش زي الاول. هنا بقى في كل الخدمات اللي ممكن حد يتخيلها، في مدارس، في مستشفيات، في كومباوندات مرخصة، في وضع قانوني سليم. حتى اللي وضعه القانوني ما يطمنش، الدولة دلوقتي بتقننه. فبقى في حاجات كتير جدا ممكن تطمن الناس ان هي تيجي. ما كنت لسه هسألك بالنسبة للناس اللي قلقانين من الوضع القانوني للكينج. لا، عايز اقول بقى دي معلومة مهمة جدا. الدولة خلال الفترة اللي فاتت خدت قرارات كويسة جدا بالنسبة لتقنين الاوضاع في الكينج. ودي هتتطلب من حد عايز يطمن او يعرف اي معلومة انه يرجع لنا، يعني يسألنا على الارقام اللي موجودة. لان في مناطق معينة هتبقى فيها شوية قلق، ومناطق معينة مطمئنة تماما. وطبعا اي ارض دلوقتي في الكينج او فيلا قابلة للتقنين وقابلة للتسجيل، الا طبعا المسجل والوضع سليم من الاول. تمام، وانا كمان شايفة ان اسعار الايجار والبيع هنا كويسة جدا يعني. الكينج واحدة من أفضل المناطق اللي فيها أسعار كويسة جدا. يعني عندك فيلات بتتحرك في مناطق أراضيها مرخصة ومقسمة تقسيم من الدولة بمساحات معينة، من 5.5 و6 مليون و7 مليون لحد بقى 100 مليون زي ما أنت عايزة. صح. طيب، تنصح الناس ان هي قبل ما تقرر تعمل ايه؟ أول حاجة تتواصل معانا عشان الوضع القانوني والمناطق اللي فيها قلق والمناطق المستقرة تماما. تاني حاجة أحبه ينزل الأول قبل ما يكلمنا كمان. عندنا مطاعم كتير جدا، كافيهات كتير جدا، أماكن كتير جدا ممكن ياخد ولاده يفسحهم، يتفرج على البلد الأول عشان يشوف المستوى اللي وصلت له. يشوف حجم الكومباوندات المرخصة اللي موجودة، الخدمات اللي جواها، يقدر يتعامل ازاي. ان هو الموضوع بقى يقدر معيشة كاملة غير الأول. الوضع اختلف تماما عن زمان. الناس اللي قلقانة من الوضع بتاع زمان، لا، الوضع دلوقتي بقى مختلف. ينزل يشوفه بنفسه ويكلمنا، يبعت لنا طلبه كامل، او يبلغنا هو بيدور على ايه، ايجار او بيع، في انهي مستوى، في انهي بادجت، واحنا نقدر نوفر له ده بكل سهولة ان شاء الله. يعني اي طلب نقدر نوفره لعملائنا بسهولة؟ اي طلب في كينج ماريوت، فيلات او قصور، كلمني. عشان دايما مع ايهاب محمود الخبرة بتفرق.